världstider på 800 och 1500 och 3000 och 5000 meter. حنا دابا سنة 1995. لأول مرة المغاربة غيتعرفوا على البطل الجديد اللي غيخلف عويطة بعد ما خلى الفراغ في مسافة 1500 متر، السباقات والمسافة المحبوبة عند المغاربة وفي العالم. بطولة العالم داخل القاعة كان هذا أول تتويج والولادة ديال البطل اللي غيخطف تاج المسافة المتوسطة من فوق راس البطل الجزائري آنذاك نور الدين مورسلي اللي غيتربع على العرش بعد عويطة في المسافات المتوسطة، خصوصا في مسافة 1500 متر، بحيث غتبدا الإنجازات الكبيرة لمورسلي من سنة 1990، بحيث غيدخل بقوة وغيدير أحسن توقيت هذيك السنة في 1500 متر. وفي سنة 1991 غادي يحطم الرقم القياسي العالمي لنفس المسافة داخل القاعة، وفي نفس العام غيفوز ببطولة العالم وغادي تتوالى الإنجازات. غيحطم الرقم القياسي في 1000 متر داخل القاعة، وسنة 1992 غادي يحطم رقم سعيد عويطة في 1500 متر برقم 3 ديال الدقائق 28 ثانية و26 جزء من المئة. وفي نفس السنة غتكون الألعاب الأولمبية ونور الدين مورسلي المرشح الأول لأخذ أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخه. ولكن غيوقع واحد السباق تاريخي، وسباق كيتعتبر شمتة لنور الدين مورسلي، بحيث أنه العدائين في آخر لفة غيحاصروه وسط منهم وبطريقة غريبة غير معتادة في سباقات 1500 متر. غيبان كما لو أنهم كلهم تأمروا عليه وما خلاوش يتحرر ويخرج للممر باش ينطلق. وفعلا غيفشل نور الدين مورسلي باش ياخذ ميدالية أولمبية وغيحتل مراكز متأخرة. وفي هذا السباق اللي شارك فيه المغربي رشيد البصير، البطل اللي غيهدي المغرب ميدالية فضية اللي غتكون ثمينة في هذا السباق. ربما غتكون هذه الساعة كتسائل واش الحلقة على هشام القروج ولا على نور الدين مورسلي؟ غادي نقول لك باللي ضروري تعرف المنافس ديال هشام القروج في هذيك السنين قبل ما تعرف شنو وقع، بحيث من هنا بدات الملحمة ديال هشام القروج. مسافة 1500 متر كتولد أسطورة جديدة، عداء تقدر تسميه قتال، شاب صغير طالع في نفس الوقت اللي أسطورة التسعينات مورسلي ما قدرش يربح الألعاب الأولمبية وما قدامه إلا فرصة واحدة، الألعاب الأولمبية أتلانتا 1996. ولكن قبل ما نوصلوا لهذه الألعاب أجي دابا نشوفوا الأسطورة هشام القروج وهو كينطلق بحال الفهد لتحقيق أحلام المغاربة وانبعاث عويطة من جديد في جسد هشام القروج. إذا غتوصل سنة 1995 وأول مواجهة بين هشام القروج ونور الدين مورسلي في بطولة العالم بغوتنبرغ. سباق اللي غيقدر فيه نور الدين مورسلي يفوز بسهولة، سباق قدر أنه ينطلق بحال السهم بعيد بمسافة مهمة على صاحب المركز الثاني، واللي في المركز الثاني ما غيكون إلا هشام القروج. ولكن هاد الهزيمة ما كتعنيش الانتصار المطلق. هشام القروج شاب داخل بقوة ومازال المستقبل قدامه كبير، بينما نور الدين مورسلي بدا كيحسب سنوات أخيرة ليه. وجات اللحظة الموعودة، أهم حدث كيتسناه أي عداء أو رياضي، بلا بيه ما كتسوى بطولاتك ودورياتك والو. بلا ميدالية ذهبية أولمبية فأنت دخلتي للمجد وخرجتي بلا ما تكتب سميتك. نور الدين مورسلي آخر أمل ليه بطل كبير كيستحق ميدالية ذهبية، وهشام القروج اللي جاي باغي يحيدها من فم السبع. مواجهة الجيل هشام القروج ونور الدين مورسلي وجها لوجه في أحد أشهر النهائيات في مسافة 1500 متر، فين الألعاب الأولمبية أتلانتا
1996. إذا بدا السباق اللي غيحسم شكون البطل الحقيقي والمطلق وملك مسافة 1500 متر، وما كاينش بحال الألعاب الأولمبية اللي تقدر تحسم حول الملك. نور الدين مورسلي جاي وجايب معاه تبعات الخسارة ديالو الأولمبية سنة 1992، وها هو اليوم كيواجه شاب صغير الصحافة العالمية كتسناه يكون البطل المطلق لمسافة 1500 متر. وفي اللحظات الأخيرة ديال السباق في آخر دورة على حسم البطل الأولمبي هشام القروج كيصطدم بنور الدين مورسلي وكيطيح وغيضيع الحلم المغربي وحلم هشام القروج بين أرجل العدائين اللي غيمروا فوق الجسد ديالو. وهكذا ما غيقدر حتى شي عداء آخر يحيد الميدالية الذهبية لنور الدين مورسلي. غينهار هشام القروج بالبكاء، وإلى اليوم باقي الناس متفرقة بين واش الاصطدام ديال مورسلي بهشام كان متعمد من مورسلي ولا هو غير احتكاك عادي وقع بين البطلين. يقول أحد الأطباء ديال القروج على أنه بعد نهاية السباق غيتوجه نور الدين مورسلي عند هشام القروج وغيعتذر منه وغيقول ليه لأنك انت اللي كنتي غادي تطيحني ماشي أنا اللي كنت غادي نطيحك. وعلى كل حال هادشي كيوقع في ألعاب القوى، واللي غادي نأكد ليك أنني أنا اليوم ساليت وانت اليوم عاد غادي تبدأ. وفعلا هشام القروج من هاد اللحظة غادي يبدأ، بحيث بعد شهر واحد من نهاية الألعاب الأولمبية هشام القروج غيتواجه مرة أخرى مع نور الدين مورسلي في الجائزة الكبرى في ميلانو. نور الدين مورسلي est en train d'accélérer. Hicham El Guerrouj essaye de l'empêcher de passer. Salut en troisième position. Elle est grosse voiture, hein. Vénus Seignon Gabo en quatrième position. Et Gaël. Jamais ça n'est arrivé, ça. On n'a jamais vu cette image. Jamais vu. Hicham El Guerrouj qui attaque Nour Dine Mourseli. Mourseli va-t-il résister à Milan? Hicham El Guerrouj est le nouveau roi du demi-fond. Il est passé sans problème. Victoire. Quelle victoire. C'est facile de dire après. Je vous l'avais dit avant, vous le savez aussi. Nous étions tristes à attendre, bien sûr. إذن هشام القروج غيتغلب على نور الدين مورسلي بسهولة في الأمتار الأخيرة، وغينطلق هشام القروج لمدة 4 سنين كيحصد فيها البطولات والذهب من كاع الملتقيات والبطولات العالمية، حطم كاع الأرقام القياسية، وأولها المسافة الأم 1500 متر اللي غيحقق فيها رقم يقدر يكون إعجازي، الرقم اللي باقي إلى اليوم ما قدرش شي واحد يكسره، واللي هو 3 دقائق 26 ثانية دوبل زيرو. دا كل شيء وربح كل شيء ودازت 4 سنين كلها انتصارات بدون هزيمة، وما بقى قدام هشام القروج إلا الحلم الكبير، الألعاب الأولمبية سيدني 2000. جاي هشام شبح السقوط ديالو مع نور الدين مورسلي سنة 1995 وما كاين حتى شي عائق اليوم. أخيرا هشام غيتوج كملك المسافة المتوسطة على الإطلاق، ولكن في الخفاء وفي العمق ديال النفس البشرية ما كيعلم بها إلا الله. ومولاها هشام القروج كان عليه الضغط ديال الجمهور وديال الصحافة وديال أطلانتا، فبقاع القوة اللي كتكون عندك ثق بيا تقدر تنهار إلا تخلطات لك الأوراق في عقلك. وجا موعد السباق المنتظر، نهائي 1500 متر رجال في أولمبياد سيدني. كيقول حسين زريقينات المحلل الرياضي في قنوات بين سبور واللي كان كيرافق هشام القروج طيلة المشوار ديالو كأرنب التدريب وكصديق مقرب، على أنه احنا دربنا قبل الأولمبياد وركزنا على قوة التحمل وهملنا السرعة، وهادشي اللي غيوقع. القروج غيصدم الجميع، بحيث في اللحظة اللي كل شيء كينتظر الانطلاقة بالسرعة النهائية اللي معروف بها، كيبان هشام القروج أنه كيعاني، كيحاول يسرع ولكن رجليه ما كيساعدوش أو ما كيستجبوش ليه، وغتوقع الكارثة. هشام كيحتل المركز الثاني في عز القوة ديالو قدام الكيني نوانغيني. غريب ما وقع، لعنة الأولمبياد كطارد هشام وبدا سراب الميدالية الأولمبية كيبعد، والإحباط ضرب أوتار عود هشام القروج.
هاد المرة كانت الهزيمة صعب من دورة أتلانتا، لحقاش هنا هشام خسر قدام نوانغيني وهو في عز القوة ديالو، ودخل هشام في مرحلة مظلمة لدرجة أنه قرر الاعتزال. غيعتزل هشام القروج بضعة أيام، وبما أنه القرار كان فقط انفعالي وأكيد هشام باقي فيه ما يعطي بزاف لهاد المسافة، هشام القروج غيرجع مرة أخرى للتدريب. غادي تنهال الصحافة على هشام القروج اللي زادت كرسات عند هشام فكرة الإخفاق، وعوض ما كان في حاجة للدعم من الجمهور والصحافة غادي يلقى راسو بوحدو كيتحمل الفشل، ولكن في النجاح كل شي كينجح معاه. وغينباعت من جديد هشام بحال طائر العنقاء من وسط الرماد ديالو. وفي بطولة العالم 2001 هشام القروج كيرجع مرة أخرى كبطل العالم وغيحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي. وفي نفس السنة غيحقق بطولة العالم داخل القاعة، وبعد سنتين غيحقق الميدالية الذهبية الرابعة على التوالي منين غيحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم سنة 2003 في باريس. ولكن من قبل ما يلعب بطولة العالم 2003 هشام القروج غيحط الخطة ديالو في الألعاب الأولمبية، بحيث غيقرر باش أنه يلعب في مسافة 1500 متر و5000 متر كمحاولة منه لاسترجاع الميداليتين اللي مشاو ليه في أتلانتا وسيدني. هنا هشام كنت فاهمو الحق ديالو المشروع باش يكون بطل أولمبي، لحقاش أصلا ما يمكنش بطل تاريخي ديال هذه المسافة ما يديش الميدالية الأولمبية الذهبية. لكن الصعيب هي أنه يحلم يدي الميدالية الذهبية في مسافة 5000 متر لسبب واحد، هي تواجد الأسطورة الحية الثانية القطار الفائق السرعة الإثيوبي كينينيسا بيكيلي. هنا هشام رفع سقف التحدي، ولا كيف ما كنقولوا هز البارة الفوق، بحيث أنه غيقرر قبل ما يواجه بيكيلي في الألعاب الأولمبية في مسافة 5000 متر غيقرر رفقة المدرب ديالو قادة على أنه يلعب هذه المسافة في بطولة العالم 2003. فعلا غيتواجه القروج مع جوج أبطال من أقوى الأبطال في تاريخ هذه المسافة، الإثيوبي كينينيسا بيكيلي وكيبشوغي. وفي مفاجأة كبيرة هشام كيتغلب على بيكيلي في المسافة ديالو، ولولا أجزاء من الثانية كان هشام غادي يدي الميدالية الذهبية ديال هذه المسافة اللي غيحقق فيها الأسطورة الكيني كيبشوغي الميدالية الذهبية. وبعد هذا السباق كيبان هشام على أنه وصل لقمة مستواه، 4 البطولات ديال العالم متتالية، 5 أرقام قياسية، و3 ديال المرات كيتوج كأحسن رياضي في العالم، زائد البطولات ديال العالم داخل القاعة. ودابا ما بقات إلا شهور قليلة على الأولمبياد المنتظر اللي غيتقام في أثينا. دخلت سنة 2004 هشام القروج كيوجد للأولمبياد، إلا أنه لعنة الأولمبياد غتحلق فوق المعهد الوطني للألعاب القوى بالرباط، مركز المعسكر ديال هشام القروج اللي غيتصاب بمرض خطير غير بكل شيء. هشام القروج وهو في حصة تدريبية وأثناء التسخينات هشام كيحس باختناق في الصدر ديالو وما كيقدرش يتنفس مزيان، ولا هشام كيفيق بالليل مذعور منين كتجيه الحالة ديال الاختناق. ما عرفوش شنو واقع بالضبط. فوق ما كيبدا التدريب كيحس بالاختناق هشام القروج غيتصاب بواحد النوع من الحساسية، وهكا غيتوجه بسرعة لباريس باش يتلقى العلاج ديالو. فعلا بعد مجموعة من التحاليل غيكتشفوا باللي هشام عنده مجموعة من الأنواع ديال الحساسية، وهنا غيفكر هشام باللي ربما المسار ديالو في ألعاب القوى سهلة. المهم بعد ما غيكتشفوا المرض ديالو غيتلقى العلاج وغيستمر على مجموعة من الأدوية وغيرجع مرة أخرى هشام للتدريب. في 7 يونيو هشام القروج غيشارك في ملتقى ساراقوستا كواحد من المراحل الأخيرة استعدادا للأولمبياد. غادي يدير الأول في الملتقى ولكن بصعوبة، وجا موعد ملتقى روما، ملتقى آخر قوي لهشام
قبل ما يشارك في الأولمبياد. هذا الملتقى اللي غادي يشاركوا فيه أبرز المنافسين ديال هشام في الأولمبياد، المغربي رشيد رمزي اللي كيلعب تحت راية البحرين، والمهدي باعلة، والمنافس الأقوى برنار لاغات. وكانت المفاجأة، رشيد رمزي كيحتل المرتبة الأولى، برنار لاغات في المركز الثاني، باعلة غيحتل المركز الثالث، وهشام القروج كيحتل المركز الثامن. كانت صدمة كبيرة والتساؤلات حول هشام القروج ومدى الاستعداد ديالو للألعاب الأولمبية. دمر الطاقم التقني وهشام نفسيا. وهنا بدات الصحافة كتهضر على نهاية هشام القروج الرياضية، ولأنه انتهى عصر هشام، وإلا ما كانتش هذه نهاية هشام القروج فهي على أقل تقدير بداية النهاية. غيتدمر هشام من هذه الحجرة اللي تعرض ليها من الصحافة العالمية، ومن الصورة اللي بان فيها صغير، وهو اللي كان متعود على اللقب الكبير كهشام ملك المسافة المتوسطة. وهنا بعد ما دخل الشكل هشام والمحيط ديالو، غادي يقرر يشارك في ملتقى لوزان. وفي هذا الملتقى غادي يقرر هشام واش هو قادر يشارك في الألعاب الأولمبية ولا لا. ودار التحدي اللي هو أنه يدير في هذا السباق أقل من 3 دقائق و30 ثانية، وهو رقم عالي. يعني حاول هشام يعرف المستوى الحقيقي ديالو قبل الأولمبياد، زائد أنه كبطل العالم وملك المسافة وهو داخل الألعاب الأولمبية كمرشح، ما يمكنش يكون التوقيت ديالو ضعيف. غيلعب هشام في ملتقى لوزان، والمشكلة هي أنه زاد دخل شكل الجميع. هشام كيحتل المركز الأول بصعوبة وبتوقيت 3 دقائق و32 ثانية. ما بقاش هشام اللي كنعرفه، ما بقاش كينتصر بسهولة وكيخلي أقرب منافس ليه بأمتار من موراه. هشام اللي دار توقيت تاريخي في 1500 متر 3 دقائق 26 ثانية 2 الأصفار. ما قدرش هشام يطيح على توقيت 3 دقائق 32 ثانية، مع العلم أنه كاين فرق كبير بين التوقيت في الملتقى وبطولة العالم وبين الألعاب الأولمبية، بحيث أنه كافي في الألعاب الأولمبية أن عداء يلعب 3 دقائق 32 ثانية، على أنه ماشي فقط يحقق الميدالية الذهبية، وإنما يحطم الرقم القياسي الأولمبي. فمسألة التوقيت ما كتكونش دقيقة كمعيار للعدائين في الألعاب الأولمبية، وإنما فقط كتبين مدى الجاهزية ديالهم ورفع المعنويات. هشام غيدير آخر لقاء مع الطبيب ديالو، واللي غيرفع ليه المعنويات ديالو وغيقول ليه على أنه تحسن ويقدر يدير المجهود اللي كان كيدير من قبل. هادشي قبل بحوالي شهر فقط على بداية الألعاب الأولمبية. هنا غيكتف هشام القروج من التدريب ديالو، وفي التدريب غيلاحظ الطاقم ديال هشام على أنه رجع للقوة البدنية وقوة التحمل اللي كان كيدير قبل ما يمرض. وهنا غيقرر يلعب في ملتقى صغير ببلجيكا في يوزدن. غيقدر هشام يدير سباق قوي، وهذه المرة غيدير رقم جد محترم، واللي هو 3 دقائق 29 ثانية و18 جزء من المئة. بان هنا على أن هشام بدا كيرجع بقوة. وبعد الملتقى ديال يوزدن وقبل من بداية الألعاب الأولمبية بحوالي 6 أيام، غيلعب هشام في ملتقى زيوريخ. هشام غادي يقلب باش يحسن الرقم اللي دار في يوزدن. غيكون هذا الملتقى آخر ملتقى استعدادي ليه، غيواجه فيه المنافس الأول ديالو في الألعاب الأولمبية برنار لاغات. هشام القروج في آخر 100 متر في مواجهة قوية مع برنار لاغات الكتف على الكتف، ولكن في الأخير هشام كيخسر أمام لاغات. هاد الهزيمة ما كتعنيش أن هشام كان ضعيف، وإنما برنار لاغات ولا قوي وموجد مزيان للألعاب الأولمبية. المهم أن هشام دار توقيت مهم هذيك السنة 3 دقائق 27 ثانية و41 جزء من المئة. هشام فرحان بالتوقيت، ولكن المدرب ديالو قاعدة كيأنبو على الخسارة ديالو قدام لاغات. كان المدرب قاعدة تايق في قوة هشام وعلى أنه كان قادر يفوز على لاغات بأي طريقة، ولكن هشام كان مركز مع العودة ديالو القوية بعد المرض. وانطلقت الألعاب الأولمبية، أحد أجمل الأولمبياد في تاريخ ألعاب القوى، اللي جمعات أقوى العدائين، كوكبة من النجوم الكبار في مختلف المسافات، ابتداء من موريس غرين، جاستن غاتلين، تورنيش دي بابا، كينيني سابيكيلي، الهايلي جيبري سيلاسي، الكيلي هولمز، أليسون فيليكس، جيريمي وارينر، كيبشوغي، ماريا موتولا. زائد أن هذه السنة كانت المشاركة ديال الوفد المغربي
فقط في ألعاب القوى ب25 عداء، أسماء كلنا كنعقلوا عليها، من عادل الكوش، عبد الرحمن قمري، جواد غريب، علي الزين، حسن بن حسي، نزهة بدوان، ومجموعة من الأبطال اللي كانت أرقامهم مشرفة. ويكفي أن هشام القروج غيلعب في هذه الأولمبياد باش يكون أحد أعظم الأولمبياد في تاريخ ألعاب القوى. وقبل ما نعرجوا على هشام غادي نذكر معاكم الإنجاز والسباق الملحمي اللي دارت حسن بن حسي والرجوع ديالها من المركز الأخير، وقدرات تخطف ميدالية فضية كبيرة من قدام واحدة من أخطر العداءات في مسافة 800 متر، الموزمبيقية ماريا موطولا، البطلة الأولمبية وبطلة العالم 3 ديال المرات في هذه المسافة. إذا قبل من السباق بنهار وبالليلة ديال السباق، هشام غيتوجه عند برنار لاغات بحكم أنهم أصدقاء. هشام غيقترح على برنار لاغات باش يتعاون هو وياه بما أنهم هما الأقوى. غيقول لي هشام على أنه إلا مشى السباق تكتيكي يقدر في آخر الأمتار يخطف لينا شي واحد السباق، وبحكم القوة ديال التحمل ديالهم بجوج غيطلب هشام من برنار لاغات يتكلم مع الكينيين اللي معاه باش يجروا السباق في أول 600 متر، وهشام يجر آخر 900 متر، وهذيك الساعة الأقوى هو اللي غيفوز. غيقبل برنار لاغات بهذا الاتفاق وغيتوجه كل واحد فيهم للغرفة ديالو في آخر ناس قبل السباق التاريخي. إذا جات ساعة الصفر والسباق الملغوم والحدث اللي كيتسناه العالم كامل، ماشي فقط المغاربة، أحد أكثر المسافات مشاهدة ومتابعة من عند محبي ألعاب القوى. وأي سباق الملحمة، الملك الغير متوج هشام القروج ملك بلا تاج في مواجهة الفهد الكيني برنار لاغات. وتعطات الانطلاقة ديال السباق، هشام القروج كينتظر الكينيين يجروا السباق. فعلا الكينيين كيجروا السباق، ولكن الريتم التكتيكي بطيء، يعني كيتسناو هشام يجر السباق لحقاش ماشي في مصلحته سباق يكون تكتيكي. وهنا يمكن لك تقول على أن الكينيين وعلى راسهم برنار لاغات نقضوا الاتفاق اللي داروا ليلة البارحة مع هشام. وفي آخر 800 متر هشام غيتقدم باش يقود السباق وغيرفع الريتم من تكتيكي للسريع، غيقود تقريبا 800 متر وهو في المقدمة، وإلا ما كانش العداء قتال ما يقدرش يكمل السباق في المركز الأول. هشام بريتم عالي جدا وعكس ما كنا كنعرفوا عليه. هشام كلنا كنعرفوه على أنه كيبقى ورا الكوكبة خصوصا في الوسط، ولكن دابا هشام هو اللي كيجر السباق، مغامرة وفي نفس الوقت حسابيا. هشام عارف شنو كيدير، هشام عنده من قوة التحمل والسرعة النهائية اللي يقدر يدي بها المركز الأول. وصلنا لآخر 400 متر، برنار لاغات لاصق هشام القروج، حتى هو قادر يجاري هشام في القوة والسرعة النهائية، وهو اللي رابح لحد الساعة من هذا التقدم ديال هشام، وهو كيتسنى فقط الفرصة اللي هشام يفقد فيها شوية من القوة ديالو باش ينقض عليه. وفعلا برنار لاغات في آخر 50 متر كيتقدم قدام هشام القروج، وهشام في جزء من الثانية كان غادي ينهار، وبقدرة إعجازية كيرجع هشام بعد ما تراجع وكيتقدم الكتف على الكتف مع برنار لاغات. وأخيرا هشام كيديرها، هشام بطل أولمبي في سباق كان غيوقف قلوب المغاربة، وغيبقى هذا السباق أحد أكثر السباقات اللي غتبقى راسخة في عقول المغاربة وعشاق مسافة 1500 متر. أخيرا هشام تحرر، أخيرا هشام تقدر تسميه الأسطورة، البطل اللي حقق كل شيء من سنة 1995 إلى أولمبياد أثينا، بطل 1500 متر وصاحب الرقم القياسي اللي إلا بغى شي حد يحطمه كيخصو يشوف الموت أولا. واش سالات القصة ديال الأسطورة؟ لا، الأسطورة عاد بدات. هشام كيف قلنا كان مقرر أنه يلعب 1500 متر وال5000 متر. هشام ما بقى عنده ما يخسر، الميدالية الذهبية خداها، ودابا غيلعب ضد أسطورة آخر اللي هو الإثيوبي كينينيسا بيكيلي في المسافة ديالو وفي التخصص ديالو. هشام تواجه مع بيكيلي في مسافة 5000 متر وقدر يتغلب عليه، ولكن الأولمبياد حاجة أخرى، وهشام باقي عاد جاي من سباق استنزف الطاقة الجسدية والنفسية ديالو، ولكن النفسية ديالو دابا كيف ما بغات تكون ما غتكونش بحال الايام اللي قبل سباق 1500 متر. وجا موعد سباق 5000 متر، هشام القروج في مواجهة الإثيوبي كينينيسا بيكيلي
هشام القروج ملك مسافة 1500 متر، ولكن بيكيلي بالموازاة معه ملك مسافة 5000 متر. بيكيلي عداء كيف ما قلنا قتال، قادر باش يمشي في سباق 5000 متر بريتم سريع وينهيه بفينيش ممتاز، بحيث عنده سرعة نهائية خارقة. هشام هذا ماشي التخصص ديالو، وصعيب عليه أو غيصعب عليه إلا مشى السباق بريتم سريع أنه يدير نهاية مزيانة. وانطلق سباق الملحمي اللي غيحسم في لقب ملك المسافات المتوسطة. سباق فعلا كيمشي تكتيكي، وهنا بيكيلي غيطيح في الفخ. سباق تكتيكي هو هدية بالنسبة لهشام اللي غيساير بيكيلي، وغيمشي جد مرتاح في المركز اللي متعودين عليه. بيكيلي في المقدمة طيلة السباق، وفي آخر لفة كيبشوغي في المقدمة. بيكيلي في المركز الثاني وهشام وراه. بيكيلي كينطلق بحال الصاروخ، سرعة كبيرة كيمشي بها، كيتجاوز كيبشوغي، ولكن هشام وراه وبخطواته الطويلة. وفي آخر منعرج هشام كيوصل على بيكيلي. بيكيلي على بعد أمتار قليلة من الفوز، ولكن هشام أقوى وأسرع وكيتجاوز هشام القروج. كينينيسا بيكيلي في سباق تاريخي كيحسم البطل المطلق ديال المسافات المتوسطة. انتصر هشام جوج ميداليات ذهبية أولمبية، كتعوض جوج هزائم أولمبية، وكتعلن هشام القروج الأسطورة الحية وملك المسافات المتوسطة بلا منازع.